بسم الله الرحمن الرحيم. العددان المترافقان، العدد جذر أ زائد جذر ب، الاتنين مع بعض دول الجذرين مع بعض مجموعهم اسمه عدد، ده عدد واحد. يبقى مجموع الجذرين اللي هو جذر أ زائد جذر ب ده عدد الأول. بيقول إن العدد ده مرافق للعدد جذر أ ناقص جذر ب، الفرق ما بين الجذرين. يبقى العدد اللي فوق مرافق للعدد اللي تحت. ايه هو العدد الأولاني؟ مجموع جذرين. العدد التاني الفرق ما بين نفس الجذرين. العددين دول اسمهم عددين مترافقين. بنستفاد منهم بقى في ايه؟ حاصل ضرب العددين المترافقين بيساوي، هنا هيبقى ألف اللي هو الجذر الأولاني بس من غير جذر، يعني كأني بقول مربع الجذر ألف، مربع جذر ألف هيبقى المربع أو التربيع هيشيل الجذر فيبقى ألف بس من غير ايه؟ من غير الجذر، ناقص مربع الجذر التاني اللي هو مربع جذر ب، اللي هو هيديني ب بس من غير الجذر. ما هو المربع بيكنسل الجذر، بيطير الجذر، فيبقى كأنه مربع الحد الأول ناقص مربع الحد التاني. يبقى حاصل ضرب العددين المترافقين هو مربع الحد الأول ناقص مربع الحد التاني. بنستفاد ازاي؟ بنستفاد في المسائل زي ما هنشوف دلوقتي. علشان أحل مسألة زي كده 8 على جذر 5 ناقص جذر 3، اتفقنا في الدروس اللي فاتت ان ما ينفعش يكون عندي في المقام جذر. فبعمل ايه؟ بتخلص من الجذر ده ازاي؟ لما يبقى عندي جذر واحد، زي مثلا اما يكون عندي جذر 2، المسألة فيها ايه؟ في المقام جذر 2، كنت بعمل ايه؟ كنت بضرب جذر 2 على جذر 2، بضرب المسألة كلها في جذر 2 على جذر 2. يعني ايه؟ في المقام اللي موجود عندي، بس طبعا لازم اضرب في بسط ومقام، يبقى بضرب فوق وتحت. طب ده لما يكون عندي جذر واحد، انما هنا انا عندي جذرين، جذر 5 وجذر 3، الفرق ما بين الجذرين دول اعمل ايه بقى؟ اضرب في المرافق بتاع المقام اللي هو ايه؟ جذر 5 زائد جذر 3. ما هو الفرق ما بين الجذرين المرافق بتاعهم مجموع الجذرين، يبقى مرافق المقام هو جذر 5 زائد جذر 3. طبعا انا هضرب فوق وتحت، ما ينفعش اضرب بس في المقام، بضرب في البسط والمقام لنفس العددين اللي هما جذر 5 زائد جذر 3. مفهومه لحد كده؟ نضرب بقى، يبقى بضرب بسط في بسط، مقام في مقام. اولا بسط في بسط يبقى 8 في جذر 5 زائد جذر 3 زي ما هي كده، بكتبها زي ما هي. طب المقام، اتفقنا العددين المترافقين حاصل الضرب بتاعهم ايه؟ هيبقى الخمسة من غير الجذر والتلاتة من غير الجذر، طبعا بجيب الفرق ما بينهم، يبقى 5 ناقص 3 من غير الجذور. طبعا 5 ناقص 3 ب2. خلاص، اقدر دلوقتي اشطب ال8 مع الاتنين، ما هو في 8 فوق في البسط و2 في المقام، عشان كده انا ما ضربتش ليه؟ لان دايما المعامل اللي هو اللي فوق ده ال8 اقدر اكنسله مع ايه؟ مع المقام اللي تحت، يبقى 8 على 2 فيها الأربعة، يبقى الناتج هي 4 في جذر 5 زائد جذر 3. دلوقتي بقى أقدر أفك الأقواس، يبقى 4 في جذر 5 اللي هي تديني 4 جذر 5، و4 في جذر 3 اللي هي تديني 4 جذر 3. ناخد مسألة تانية. مديني السين ومديني الصاد وبيقول لي أثبت إن السين والصاد عددين مترافقين. طيب أولا علشان أثبت السين لوحدها، أصلا الشكل ده شكل كارثي، المقام فيه جذور، حتى لما المسألة ما بيقوليش بسط فيها أنا لازم أبسط السين علشان أقدر أفهمها. ما ينفعش في أي مسألة يكون المقام فيه جذر، فهاخد السين لوحدها على جنب الأول في البداية. أعمل إيه؟ أضرب في المرافق بتاع المقام. المقام عبارة عن جذرين، جذر 7 وجذر 3، بجيب الفرق ما بينهم، المقام هو الفرق ما بين الجذرين دول، يبقى المرافق هو مجموع الجذرين، ولو كان المقام مجموع الجذرين يبقى المرافق هو الفرق ما بين الجذرين. مفهومة؟ فهضرب بقى فوق وتحت في جذر 7 زائد جذر 3. خلاص، أول حاجة بسط في بسط، وده ما بغيرش فيه، 4 في ما بين قوسين جذر 7 زائد جذر 3، ما بفكش دلوقتي، ما بضربش 4 في جذر 7 و4 في جذر 3، لأ، دي بخليها في آخر المسألة خالص. ماشي؟ دايما الخطوة دي بضرب بسط في بسط على طول، 4 في ما بين قوسين البسط التاني. طيب مقام في مقام اللي هما ايه؟ بضرب عددين مترافقين، حاصل الضرب هيبقى 7 من غير الجذر والتلاتة من غير الجذر، وطبعا بيبقى الفرق ما بين الايه؟
السبعة والتلاتة، يبقى 7 ناقص 3. مربع الأولاني ناقص مربع التاني، يبقى 7 ناقص 3 اللي هي تديني 4. لقيت دلوقتي بقى عندي 4 فوق في البسط و4 تحت في المقام، عشان كده قلت ما ينفعش ما ينفعش اضرب على طول 4 في جذر 7 و4 في جذر 3، لا خليها زي ما هي، عشان احتمال الاقي تحت في المقام رقم اقدر اشطبه معاه. فاقدر دلوقتي اشطب ال4 مع ال4. خلاص، ادتني السين كام؟ جذر 7 زائد جذر 3. دلوقتي الصاد هو كان مديهاني بجذر 7 ناقص جذر 3، يبقى السين والصاد مترافقين. ناخد مسألة تانية. مديني السين ومديني الصاد. السين شكل برضو الشكل الكارثي بتاعنا اللي هو مقسوم، عدد مقسوم على المقام فيه جذور، فيه جذر 7 ناقص جذر 3 زي المسألة اللي فاتت بالظبط. يبقى نعمل اول حاجة هاخد السين لوحدها على جنب واضربها في المرافق بتاع المقام. المقام جذر 7 ناقص جذر 3، يبقى المرافق بتاعه جذر 7 زائد جذر 3. طبعا هضرب فوق وتحت بسط ومقام، يبقى هضرب في جذر 7 زائد جذر 3 على جذر 7 زائد جذر 3. نعمل اضرب بسط في بسط، مقام في مقام. يبقى هضرب 4 في ما بين قوسين جذر 7 زائد جذر 3. بخلي البسط زي ما هو، ما بضربش في البسط دلوقتي، يدوب بعمل 4 فيه وافتح قوسين البسط التاني. ما ببسطش، ما بضربش 4 في جذر 7 و4 في جذر 3، لا بخليها للآخر، أبسط في آخر خطوة. المقام بقى في المقام خلاص بقى احنا حفظناه، ما هي تقريبا نفس المسألة اللي فاتت. يبقى بنعمل المقام في المقام، يبقى 7 ناقص 3 مربع الأولاني ناقص مربع التاني. ماشي، ده لما بضرب عدد في المرافق بتاعه. يبقى 7 ناقص 3 اللي هي ب4، نفس المسألة اللي فاتت. دلوقتي أقدر أشطب بسط مع مقام، 4 على 4 فيها الواحد، و4 على 4 فيها الواحد. ايه اللي هيتبقى؟ جذر 7 زائد جذر 3، يبقى السين بجذر 7 زائد جذر 3. ادينا عيدنا على المسألة اللي فاتت، هي كانت برضو نفس السين تقريبا يعني. طب دي السين. الصاد بقى برضو الصاد حاططها لي بشكل على جذر 7 ناقص جذر 3. اللي يهمني كله المقام. المقام فيه في جذور، ما ينفعش اخلي المقام فيه جذور، فهعمل نفس الفكرة، هضرب في المرافق بتاع المقام اللي هو جذر 7 زائد جذر 3. طبعا بسط ومقام، يبقى هضرب فوق وتحت. اول حاجة البسط، يبقى بسط في بسط، 8 في ما بين قوسين جذر 7 زائد جذر 3، وخليها زي ما هي. طيب مقام في مقام، اضرب عدد في المرافق بتاعه، الناتج بيطلع مربع الاول ناقص مربع التاني. يبقى مربع الجذر الاول مربع جذر 7 اللي هي تديني 7، يعني كأن ال7 من غير جذر، ناقص ال3 من غير جذر، وبريح دماغي. يبقى العدد الاولاني من غير جذر ناقص العدد التاني او الحد التاني يعني من غير جذر، ادتني 4 برضو. اقدر دلوقتي اشطب ال8 مع ال4، 8 على 4 فيها ال2، او كأني بقول 8 على 4 فيها ال2 و4 على 4 فيها الواحد يعني. فالمقام كده مبقاش فيه عندي مقام، البسط عندي بقى 2. يبقى العدد كله اللي هو الصاد بقى عبارة عن 2 في ما بين قوسين جذر 7 زائد جذر 3. دلوقتي بقى اقدر افك الاقواس، اقدر اضرب الاتنين في جذر 7 تديني 2 جذر 7، واضرب 2 في جذر 3 تديني زائد طبعا 2 جذر 3. ادي السين وادي الصاد كتبناهم بقى. بعد ما بسطنا السين طلعت بجذر 7 زائد جذر 3، بعد ما بسطنا الصاد طلعت ب2 جذر 7 زائد 2 جذر 3. هو بقى كان طالب اصلا؟ كان طالب س تربيع صاد تربيع. يبقى حتى احنا ما خدناش بالنا هو كان طالب احنا من الاساس ايا ما هيطلب لازم ابسط السين، ما ينفعش عندي يكون في جذر في المقام، وابسط الصاد برضو ما ينفعش يكون في عندي جذر في المقام. اتفقنا؟ نبتدي نبص بقى على الطلب بتاعه. س تربيع صاد تربيع، ادي السين حطيناها ما بين قوسين اللي هو جذر 7 زائد جذر 3 الكل تربيع، في الصاد اللي هي 2 جذر 7 زائد 2 جذر 3 ما بين قوسين الكل تربيع. افك بقى ازاي؟ بفك قوس تربيع، يبقى الحد الاولاني اللي هو جذر 7 تربيع، جذر 7 تربيع هتديني 7 من غير جذر. طيب الحد الاخير اللي هو موجب جذر 3 الكل تربيع، هلاقيها هتديني بموجب 3 من غير من غير الجذر. ماشي. طيب الحد بقى اللي في النص
ده بنجيبه ازاي؟ ده بيبقى عبارة عن 2 في الحد الأول في الحد التاني، يعني 2 في جذر 7 في جذر 3. يبقى الفك بتاع الأقواس، القوس اللي هو تربيع بيتفك ازاي؟ الحد الأول تربيع وبكتبه في الأول، الحد التاني تربيع وبكتبه في الآخر، والحد بيطلع الحد اللي في النص، ما بيطلع عندي 3 حدود، اللي في النص عبارة عن 2 في الأول في التاني، يبقى 2 في جذر 7 في جذر 3. خلاص، ادي كل ده القوس الأولاني. طب القوس التاني، الحد الأولاني اللي هو 2 جذر 7 هيبقى الكل تربيع، يبقى الاتنين هتاخد تربيع، 2 تربيع ب4، وجذر 7 تربيع ب7 من غير جذر، يبقى كأنها 4 في 7. طيب الحد الأخير تربيع، هيبقى 2 جذر 3 الكل تربيع، يعني 2 هتاخد تربيع تدينا 4، والتلاتة تاخد التربيع تبقى ايه؟ الجذر 3 تربيع تديني 3 بس، يبقى كأنها 4 في 3. طب الحد بقى اللي في النص هو عبارة عن ايه؟ برضو 2 في الأول في التاني، 2 في 2 جذر 7 في 2 جذر 3. بضرب الأس في الحد الأولاني في الايه؟ في الحد التاني، يبقى 2 في 2 جذر 7 في 2 جذر 3. ماشي، نبسط بقى كل الكلام ده. القوس الأولاني اللي هو 7 زائد 2 جذر 7 في جذر 3 زائد 3، أجمع بقى الأعداد لوحدها والجذور لوحدها، يبقى 7 زائد 3 اللي باللون الأسود ده نجمعهم مع بعض يديني 10. طب الجذور 2 جذر 7 في جذر 3 اضربهم في بعض هيديني 2 جذر 21. ما هو 2 في مفيش رقم تاني يبقى ينزل 2 زي ما هي، بضرب بقى الجذور في بعضها، جذر 7 في جذر 3 يديني جذر 21. نبسط القوس التاني الكبير بقى اللي تحت ده. أول حاجة 4 في 7 هتديني كام؟ 28. آخر حاجة آخر حد خالص 4 في 3 هيديني 12 اللي هما باللون الأسود. طب الحد اللي في النص الكبير ده نضرب كده الأرقام في بعضها الأول، يبقى 2 في 2 في 2 الأرقام من غير جذور، 2 في 2 في 2 تديني 8. طب الجذور هضرب الجذرين في بعض، جذر 7 في جذر 3 برضه هيديني جذر 21. ماشي. طب ادي القوسين اللي قدامي، اقدر اجمع منهم ايه؟ ابسط لسه في القوس التاني، اقدر اجمع ال 28 وال 12 الاعداد مع بعض، وانا بجمع دايما الاعداد مع بعض والجذور مع بعض، بضرب الاعداد مع بعض والجذور مع بعض، نفس الفكره. 28 و12 هيدينا 40. دلوقتي بقى عندي القوس الاولاني اهو، دي القوس التاني. بنضرب ازاي القوسين في بعض؟ الحد الاولاني اللي هو ال10 مره هضربه في 40، مره هضربه في الحد التاني اللي هو 8 جذر 21. 10 في 40 ب 400. 10 في 8 جذر 21، 10 في 8 ب80، وجذر 21 ينزل زي ما هو. ضربت العدد في العدد والجذر في الجذر، طبعا مفيش جذر تاني فالجذر 21 ينزل زي ما هو. خلصت كده الحد الاولاني اللي هو ال10. ندخل على الحد التاني اللي هو 2 جذر 21 هضربه في 40، 2 في 40 ب80 جذر 21. خلصت كده ضربته في ال40، اضربه بقى في الحد التاني اللي هو 8 جذر 21، يبقى 2 في 8 ب16 جذر 21 في جذر 21 ب21 من غير جذر. ماشي. الكلام ده حتى لو هيتعمل على الآلة الحاسبة، لو احنا مش هنبقى عارفين يعني هيتعمل على الآلة الحاسبة، بس نبقى فاهمين الترتيب. انا عملت ايه؟ ال10 اللي هو الحد الاولاني ضربته مره في 40 ومره في 8 جذر 21، والحد التاني اللي هو 2 جذر 21 ضربته مره في 40 برضو ومره في ايه؟ في 8 جذر 21 على الآلة الحاسبة واشوف. دلوقتي بقى بنجمع الحاجات اللي شبه بعض. الارقام 400 والعدد التاني اللي هو 16 في 21 اللي هم باللون الاسود. 16 في 21 لما حسبتها لقيتها ب 336، هتتجمع على ال400 تديني 736، ده اللي باللون الاسود. طيب اللي في النص بقى، الاتنين اللي في النص الازرق والاحمر دول، 80 جذر 21 زائد 80 جذر 21 تديني ايه؟ 160 جذر 21. يبقى الارقام بس لما اتجمعت مع بعض ادتني 736. الارقام بقى اللي هو الميكس، الرقم مع الجذر التربيعي لما يتجمعوا مع بعض، 80 جذر 21 شبه اللي جنبه اللي هو 80 جذر 21، لما يتجمعوا مع بعض ينفع يتجمعوا؟ هيتجمعوا يدوني 160، لان 80 زائد 80 ب 160، 160 جذر 21.